هذا السؤال، إذا وقعت من الدرج من يضمن حقي؟ عندنا نائب عراقي هواي يفتح ملفات فساد تجاه الوزارات، بس هل سوى هذا النائب شيء تجاه المواطن؟ كان ماكو ضمان حق لكافة عمال القطاع الخاص العاملين بالقطاع الخاص قبل تشريع قانون رقم 18 سنة 2023. قانون الضمان الاجتماعي واحدة من إسهامات هذا النائب. هسه هذا صار له حقوق ان هو له راتب تقاعدي ولو كانت خدمته يوم، وبنفس الوقت لا سامح الله اذا صارت عنده اصابه، اما هي اصابه جزئيه لو كليه، كل وحده من عندهن لها تعامل، اما براتب تقاعدي او براتب جزئي يصير عنده ويبقى يكمل عمله ياخذ راتب اخر مالت العماله اليوميه طبيعي، يبقى مستمر فيصير عنده راتبين. جميل جدا. راتب الاصابه مالته والراتب الآخر ياخذه يبقى يشتغل من حقه يجمع ما بين الإصابة وما بين العمل إذا يسمح له إصابته، يعني سهلة. أما إذا ما تسمح له إصابته وفق اللجان الطبية يخرج تقاعد مباشرة. القانون بفروع كثيرة، يعني يتكون من 111 مادة، من ضمنها الحكومة تدفع مكانه 15% توقيفات تقاعدية. أما إذا يعمل مع رب عمل، يعني نسميه مدير العمل، الشركة، المصنع، هذولا يدفع هو 5% فقط، ورب العمل يدفع 12% والحكومة تدفع 8%، عندنا توقيفات تقاعدية. والأهم من ذلك حتى بعد ما تتعين. جميل جدا. ويمتى ما يتعين خدمته ياخذها وياها لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد لأي دائرة، يعني من يروح عنده خدمة 10 سنوات يروح هناك يبدي من 10 سنوات. جميل جدا. هذا اللي سعيته له؟ هذا كان من ضمن مشاريعنا الأساسية في عملية تشريع القوانين. قبل ما أدخل مجلس النواب كان هذا عمل، لأن أنا عامل بالقطاع الخاص هواية، والحمد لله شرع القانون ودخل حيز التنفيذ. جيد جدا. أنا حسين الجبري، وهذه سلسلة ملفات فتحناها مع النائب المستقل غير المترشح للانتخابات السيد أمير المعموري.